التصميم ده اتسالت عليه كتير قوي ازاي عملته، فانا حبيت ان انا اجي اشرحه في فيديو كامل. ده اول فيديو من تصميم الصور المصغره للريلز. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح ازاي عملت التصميم ده من البدايه، من بدايه الفكره للتنفيذ. انا بحب الطريقه تبقى عمليه، ما بقاش بس هو كلام اكاديمي بس. احنا في خلال التطبيق هنبدا نتكلم في كل النقط اللي انت تبدا تفكر فيها عشان تبدا تجيب الفكره، وازاي تتعامل مع ايمج اف اكس وشات جي بي تي طبعا وديب سيك والقصه دي كلها. في طبعا محركات جديده وادوات جديده بدات تنزل بالذكاء الاصطناعي، نبدا نطبقها في التصميم بتاعنا، وازاي نجيب الافكار بتاعت الصمنيه او الصور المصغره للريلز والصور المصغره بتاعت اليوتيوب. نبدا شغالين على سلسله ان شاء الله نبدا نستمر بيها خلال الايام اللي جايه. هنجيب تصميمات ونبدا يعني نشتغل عليها، تصميم الصور المصغره نبدا نشتغل عليها من بدايه الفكره لبدايه تنفيذها تسليمها للعميل. ازاي عملنا كل ده؟ طبعا التصميم ده مقبول والعميل خده واشتغل بيه ونزله عنده وعجبه جدا وما عدلش عليه ولا تعديل واحد. المهم يعني التصميم ده جامد جدا، جامد تنين. احنا هنبدا نشرحه النهارده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تصلي على حبيبك وشفاكم الامام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعمل لايك سبسكرايب في القناه وفعل الجرس توصلك كل جديد. انا بقول الكلام ده كتير قوي، اتعودت عليه الحمد لله، بقيت يوتيوبر يعني. المايك اهو فبقيت يوتيوبر رسمي. يوتيوبر يعني عيب عليك. ان شاء الله نوصل ل 5000 مشترك في اقرب وقت باذن الله، يعني ان شاء الله داخلين على الاربعه اهو، ان شاء الله الخمسه ان شاء الله. المهم الفيديو ده هنشرح التصميم ده من بدايه الفكره لبدايه كل حاجه. طبعا انا في البدايه العميل ده بالذات كان هو محتاج له ستايل لوحده، يعني هو محتاج له يخترع لنفسه ستايل او طريقه هو بيحب ينفذ بيها. فانا قال لي هنمشي بحاجه زي باليت ثابته كده للتصميم او لشكل التصميم او على هيكله التصميم، وهنبدا نشتغل عليها الفتره اللي جايه. فهو ده اللي احنا بدات اشتغل عليه. بدات اخد فكره الفيديو، هو قال لي الفيديو ووراني اجزاء من الفيديو ان انا اقدر افهم الفيديو ده بيتكلم على ايه. الفيديو ده زي ما انت واضح قدامك كده، الفيديو ده بيتكلم على الاداه اللي موجوده في ادوبي بريمير، هي الاضافه المجانيه اللي هي بريمير كومبوزر دي ولا مش عارف اسمها ايه، اللي هي ماستر هورس والقصه دي. فماستر هورس اللوجو بتاعهم اللي انا اعرفه وما انا بحثت عنه، يعني انت مثلا لو جيت هنا كده كتبت ماستر هورس، ماستر هورس، فانت تدوس على ماستر هورس، هي دي الاداه. فالاداه دي بالظبط انت عندك اللوجو بتاعها ايه؟ اللوجو بتاعها والله حصان، يعني حصان كده اسمه ماستر هورس. لو نزلنا لتحت تحت كده، انا كنت خدت الصوره اهي، طبعا ده اللوجو، وبدات ان انا ادور على شخصيه، دورت على الشخصيه دي لقيتها، تمام، لقيتها وانا بدور كده كتير جدا، لقيتها جدا جدا جدا، تمام. فانا حبيت ان انا اخد الصوره دي وبدات اقول لتشات جي بي تي يكتب لي برومبت ليها. يعني رحت قلت له انا عايز بس نفس الصوره دي، كتبت له كده بالظبط، عايز نفس الصوره دي بس تكون معموله 3 دي بس، وكده كتب لي الوصف ده. خدته على ايمج اف اكس وطلعت الصوره دي على ايمج اف اكس. كان الموضوع بسيط جدا، ما خدش مني 10 دقايق على بعض. القصه كلها ان انت تعمل صوره زي دي، كل الفكره ان انت فكرت في الفكره دي، حبيت ان انت تطلع الشخصيه دي. طبعا ايمج اف اكس اداني 4 عناصر، فانا حبيت ان انا اعمل بيهم الحوار. المهم يعني ان احنا جبنا اللوجو ده، ان لما بحثت عن اللوجو ده تمام طلع لي في الاختيارات الشخصيه دي، وعملت الشخصيه دي، كتبت برومبت على تشات جي بي تي، غيرنا الصوره دي وخليناها تبقى 3 دي، تبقى كده على ايمج اف اكس، تمام. دي الصوره على الايمج اف اكس. اوكي. طبعا دي الباك جراوند اللي انا جبتها، وناس كتير قوي بتسالني على الخلفيات دي انت بتجيبها منين، وطريقه يعني ملهاش طريقه معينه خالص، يعني طريقه عشوائيه جدا. انا بفتح بنترست عادي زي بنترست، يعني بلاقي في الحاجات اللي بتبقى شبه، بفتح بنترست عادي وابدا ما اكتبش اي حاجه، كل عليا بس انا بقلب كده، لقيت البتاع فين البتاع، كل عليا انا بقلب كده، اول ما الاقي خلفيه، بس انا مش عارف هو بيقفل ويفتح كده ليه، انا مش عارف كده ليه، بس المهم اول ما بلاقي خلفيه مثلا لمكان، هو بنترست انا بعمل كده على طول. دي الطريقه اللي بتنفع، بدوس عليها واخش معاها واشوف انا هيجيب لي ايه، يلاقي لي مكان تاني، فانا ابدا اشوف اماكن منهم اللي يعجبني، مثلا اخده في تاب تانيه كده وابدا اشوفه، اشوف بقى حاجات تانيه هيجيب لي اماكن تانيه. كل الخلفيات اللي انا بجيبها تبقى يعني للثامنيل، بتبقى الموضوع مش حاجه لازم له حاجه واحده، يعني على حسب برضو الفكره اللي في دماغك والهيكل اللي في دماغك. في حاجات ببحث عنها بعملها على ايمج افكس، في حاجات بحب ان انا ابحث عنها على بنترست، بلاقي في الحوار ده افكار كتير. انا ما بكتبش برومبت، ما بكتبش اي حاجه، ما بكتبش اي كلمه، هو بس بيمشيني، انا بمشي معاه، فاهم، هو بيمشيني وانا بمشي معاه. طب تقول لي الصوره بتاخدها من هنا جودتها قليله جدا، لا انت ممكن تنزلها، وعندك مواقع كتير قوي تعلي جوده الصوره، منهم فريبيك ومنهم الموقع ده، ممكن اسيبه لك تحت في الديسكربشن، بيعلي جوده الصوره جامد تنين، ومجاني وفي عدد لا محدود والقصه دي كلها. فانت بس هتجيب الصوره تحطها هنا وهو يبدا يعمل لها جنريت عشان يعلي جودتها. طبعا ممكن تعمل هنا على فريبيك، تيجي عند الاب سكيل، حاجات جامده يعني. لكن في الكلاسيك العادي انت عندك حاجه جامده، ممكن تعلي جودتها عادي من غير اي اضافات، دي بتزود حبه صغيرين لكن مش قوي. دول انا ما جربتهمش قبل كده، لكن اظن ان هم بيخربوا الدنيا، محدش جربهم تقريبا. لكن انا بستخدم يا اما دي بتعلي جوده الصوره، حاجات خفيفه، ولو في حاجه ملامح ممكن تغير في شويه شويه يعني في الملامح، لكن مش بتغير كلها، مش بتغير الملامح كلها. لكن انا اللي بستخدمها على طول هي كاستم دي. الكرياتيفيتي بخليها مثلا على حاجه و30،
بنزل دي شويه مثلا عند حاجه و50 كده، بس لازم الكرياتيفيتي تبقى اقل من دي، تمام؟ يعني دول كده. فهو هيبدا يعمل لها عمليه المعالجه دي علشان نبدا نستخدمها بجمدان كده يعني. فان شاء الله يا جدعان في سلسله قريبه قبل ما يخلص كده، في سلسله قريبه بعملها ان شاء الله، سلسله تحديات في التصميم، فهتبقى جامده تنين يعني. فاعملوا سبسكرايب للقناه ان شاء الله، الحاجات دي هتنزل ان شاء الله. في دروس كتير ان شاء الله الايام اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله، وفي ريلز كتير باذن الله، باذن الله عز وجل، وفي قصه يعني، في قصه باذن الله، باذن الله، باذن الله، باذن الله. الخلفيه هنا كانت خضراء بتاع، فانا الايدنتي بتاعت الدكتور يعني الايدنتي بتاعته ازرق واحمر، فانا استخدمت الازرق فغيرت اللون ده بالهيو ساتوريشن عادي. بعد كده عملت بلور. دي مثلا هتقوم جاي هنا فلتر، تيجي عندي هنا البلور، بلور جاليري، وتيجي عند فيلد بلور. فيلد بلور دي هي اللي بتعمل القصه اللي قلت لك عليها دي. تمسك الدايره دي وتبقى بتحدد له يعني ان البلور يبدا كده، يعني هو النقطه دي البلور هينتشر من النقطه دي، يعني دي نقطه مركز البلور، فهمت؟ يعني اقصى بلور في القصه دي، اقصى بلور بيبقى في القصه دي، او هو بادئ كده، فاهم؟ زي مركز الدايره كده. فالمهم هو ده البلور يعني، ده البلور اللي انا عملته يعني. فانا بحط المركز ده ورا راسه يعني عشان يبقى في بلور ورا راسه، بس مش دايما بنعمل بلور كتير قوي كده، بس بلور اهو، بلور لازم عشان تعمل يعني كونتراست ما بين الشخصيه والخلفيه، تمام؟ والاضاءه برضو اللي ورا دي عملت انعكاسها على الشخص، وهنشوف كل القصه دي. انا كنت حابب احط كلمه فري والقصه دي بس ما نفعتش معايا. حطيت الحصان ده، طبعا ما كانتش دي الوانه، دي كانت الوانه الطبيعيه اللي انا جبتها. اشتغلنا بالكاميرا رو فلتر عشان نظبط الوانه كده. طبعا هنعمل فيديو للكاميرا رو فلتر، في فيديوهات كتير للكاميرا رو فلتر، فما اظنش ان الموضوع هيبقى صعب، بس انا لازم احوله للون ده. ليه لازم احوله للون ده؟ يعني تعالى انا ممكن نفتح كاميرا رو فلتر ونشوف انا عملت ايه جوه. اكيد انا شديت السلايدر اللي هو الحاجات اللي هنا دي، او جيت هنا بصيت هتلاقيني ملت ناحيه الازرق عشان طبعا البيئه فيها ازرق، وملت ناحيه الاحمر. تقول لي ليه ملت ناحيه الاحمر؟ لان البيئه محتاجه الشخص اللي جلده مثلا اصفر في بيئه زرقاء بيبقى جلده بيقلب للون الاحمر. انعكاس الازرق مع الاحمر، يعني انعكاس الازرق مع الاصفر بيدي احمر، او بيدي درجه من الحمار كده، تمام؟ فانت بتقف في الدرجه دي. فده اللي حصل معايا، تمام؟ فده اللي حصل يعني. انا لو رجعت ده كده هتلاقي بص قلب على الاصفر، انا اول ما ازود احمريك مع الايه الازرق ايه اكسبوجر. الحاجات دي حسب الاضاءه، بس دي الاعدادات اللي انا اشتغلت عليها، تمام؟ دي الاعدادات اللي انا اشتغلت عليها، ما زودتش ساتوريشن ولا دي ولا اي حاجه. كيتشر عليتها، الكليرتي دي عليتها برده شويه، برده ما توفرش يعني، مش تبقى مصمم جرافيك جامد لما تعملها كده. جميله جميله يعني، بص جميله جدا جدا، بس اوفر قوي، اوفر تبين اوفر قوي، تفاصيل زياده عن اللزوم، فاهم؟ فانت ممكن تخليه في المعقول علشان القصه ما تبهوأش منك، تمام؟ يعني مفيش حاجات بتبقى واضحه قوي كده، فخليش الموضوع يبهوأ منك. طب انا جبت الكاميرا كده يا جدعان، تفتكروا بقى، اشتغلت هنا شويه على بص الحاجات دي يعني، اللي هو طلع نسبه كده، فاهم؟ اللي هو ايه، حاجات صغيره قوي ما تشوفهاش يعني، مش هتشوفها يعني. بص دي يعني مالت كده تقريبا بمقدار حاجه بسيطه جدا يعني، فانت تميل سنه صغيره. دي طبعا صعب قوي تظبطها، بس كده يعني، بس يعني حاجات بسيطه جدا. دي هنا الديتيلز ما زودتش من اي حاجه، بس ممكن تزود مثلا دي على 7 ودي مثلا على 3 حاجه كده يعني، ممكن تزود اكتر، بس ما اظنش الموضوع هنا مهم قوي. حاسس ان الموضوع صعب او هياخد وقت، بس يلا ان شاء الله سهل. طبعا دول لايرين عادي سوليد كلر، تيجي هنا تيجي تدوس على السوليد كلر، اخترت اللون مثلا الدرجه دي، وتبدا تخليها مثلا في القصه دي، تبدا تختارها ان هي تبقى سكرين. بعد ما تختارها ان هي تبقى سكرين تيجي هنا عند الماسك، تعمل ماسك، تدوس كنترول اي، يجي معاك هنا في ايدك الماسك ده، تقلل دي عند الصفر، وبعد كده تيجي الفلو تقلله، تيجي الاوبس تقللها، وتبدا تضرب هنا، تدوس على اكس عشان تجيب الابيض، تبدا تضرب هنا شويه اضاءه. ده نفس المفهوم بتاع الاضاءه اللي انا عملته دلوقتي. ده الاضاءه، انعكاس الاضاءه او ضربه الاضاءه في الجسم نفسه، مش انعكاسها يعني. انعكاس لسه على الوش والحاجات دي والقصه دي لا، لسه ما عملناهوش. لكن ده انعكاس الاضاءه او ضربه الاضاءه في الاوبجكت نفسه. ضربه الاضاءه عكس ايه؟ ضربه الاضاءه عكس دي يعني. مثلا بص هنا الاضاءه اللي عليا دي انعكاس اضاءه، دي ضربه الاضاءه بانعكاس الاضاءه، لان الموضوع مش شديد جدا، فاهم؟ هنا الموضوع شديد ضارب. برضه انا حطيت الاضاءه جامد ورايا وبشده، وفعلت كل اللمض وبتاع، هتلاقي في خبط كده، خبط الاضاءه ان هي الاضاءه سايده. المهم لازم تفكر في القصه دي كلها، تمام؟ فبعد كده عملت الدوج. طبعا الدوج ده دققت كده، طبعا انا عملته بالاكسبوجر، بجيب الاكسبوجر واقللها مثلا هنا شويه وهنا سنه صغيره. دي اللي تحت دي بتبقى عكس، لو انت بتغمق فالاثنين اللي فوق شمال تحت يمين، لو انت بتفتح الاثنين اللي فوق يمين اللي تحت شمال، هما الاكسبوجر كده. لازم تفكر في القصه دي كل شويه، فاظبطها كده تمام زي ما انت كده اظبطها. انا ظبطتها للقصه دي، ممكن تقللها شويه، ممكن تزودها شويه،
ما اظنش ان هي محتاجه اكتر من كده. بس بعد ما بتعملها كده بتبدا تمسك البراش بتاعتك وبتقلل الاوبستي وبتقلل الفلو بتاعها وتبدا ترسم على الاجزاء دي. تمام كده الاجزاء دي، بس طبعا مش بالغشومه اللي انا بعملها دي، انت بتبقى اهدى من كده شويه عشان تبدا تصمم. فانا ممكن مثلا نعمل معاك حاجه خفيفه كده عشان برضو ايه الموضوع يبان لك. ممكن مثلا نمسك الاكسبوجر دي كده، ودي مثلا سنه صغيره زي ما عملنا كده، ودي هنا سنه. نعمل ماسك، ندوس كنترول اي، ونيجي هنا فاتحين دي، نقلل بقى الفلو شويه، نقلل الاوبستي شويه، مثلا دي على 13 دي على 10. طبعا الاماكن الغامقه هنا باينه اهي، هي دي كده المكان ده، بس البتاع دي يعني كده ده الموضوع زاد عن حده يعني. فانت ممكن برضه تقلله، لو باجي ادوس على التقليل باجي ادوس على ممكن تقلله كده شويه، شويتين، ثلاثه. ممكن تقص تشيل ده خالص كده وتبدا ترسم تاني، بس اهدى من كده عشان انا غشيم جدا يعني. فممكن تلعب ده على 7، تلعب ده على 7 مثلا، تبدا تشتغل كده. فكده اظن الموضوع ايه محكوم شويه. ولازم الجزء اللي فوق ده يبقى غامق عشان ده يلمع، عشان القصه الحته اللي هنا دي تلمع، فده لازم يبقى غامق وده لازم يبقى غامق. طبق المفهوم ده على اي حاجه، غمق هنا وغمق هنا عشان لما تضرب طلق هنا تضرب طلق، تضرب اضاءه هنا فهتظبط معاك. نفس الكلام انت حتى لو المكان المضروب فيه اضاءه ده انت عايزه يبقى ظالم او مظلم، تضرب الاضاءه في حته ثانيه ممكن تنفذ نفس المفهوم ده. فيلا بينا، عشان انت مش مجبر دايما الاماكن الفاتحه في اي اوبجكت تخليها فاتحه، الاماكن الغامقه تخليها غامقه، لا انت مش كده، انت على حسب المصدر اللي انت محتاجه. تمام، بس انا هنا اشتغلت على نفس الاوبجكت عادي. تمام، فدي نفس الطريقه اللي انا هتتعب بيها الشادو زي ما انا عملت كده، بس عملته هنا كده بالطريقه دي. فدي نفس طريقه الشادو اللي انت تبدا تطبق كلر بالانس دي، تجيب اللوك كده. طبعا انت محتاج تطلع في الميد تونز دي 3 موجب 3، وتيجي هنا عند السيان تيجي عند سالب 27 سالب 28. فجينا هنا عند السالب، طبعا انا اللوك السيان ده عشان البيئه فيها سيان، والازرق ده عشان برضو البيئه فيها ازرق او فيها درجه من الازرقات، فانا مش هطلع بالسيان واسيب الايه الازرق ده. ممكن نجيب عند الهايلايتس، انا ما عليتش اي حاجه، ما عليتش اي حاجه في اي حته غير هنا سالب 2. فانت ممكن تيجي عند الميد تونز وتيجي ترفع دي شويه ل 3% مثلا، اي حاجه. ممكن ترفع الليزر اكتر منها 9، فتشوف كده اللوك. اهم حاجه ان اللوك ده يبقى يعني عينك ما اتاذتش منه، عينك انت ما اتاذتش منه نفسها. الجزء ده علشان برضو كان الابيض ده شديد فيه، وبعد كده عملنا كلر بالانس زي ما عملنا هنا بالظبط، هو تقريبا اشتغلنا هنا. بس ليه بقى جينا عند اللازر كده؟ حاجه لما تبقى جايه اصلا ماجنتا، هي اصلا ماجنتا فيها ماجنتا كتير وجايه في البيئه دي، فاللون بتاعها غالبا من الاضاءات الشديده دي هيخش في الازرق الغامق قوي ده، مش هيبهت يعني. حاجه غامقه، انت في بيئه فيها اضاءه وغامقه، فانت هو هيقلب لونه، فاهم؟ ماجنتا نفسها دايما كده، اعرف كده دايما اللون الموف بالذات لما انت بتضرب عليه كشاف هتلاقي اللون ده اتغير او اللون ده قلب على الازرق، كل ما تزود له اضاءه بيقلب على اللون الازرق. فده اللي انا عملته هنا، الاضاءه اللوجو البريمير ده اللوجو القديم فقلب الموف شويه، فاول ما اديته الهيو ساتوريشن الكالر بالانس فقلب للايه للازرق ده. الازرق ده اللي هو اللون الاساسي بتاع الحالي اصلا، بس ده برضو ماشي مع البيئه اللي احنا شغالين فيها. وده انعكاس بقى الظل اللي الشخص واقف عنده او الدكتور ده واقف عنده. كلر بالانس نفس الكلر بالانس اللي هنا، بس زودتها شويه عشان هو اقرب للاضاءه اللي ورا يعني. بس كده نفس الكلام برضو واحد هنا عشان نعمل برضو نفس العمق. وبعد كده الشخصيه الكبيره بتاعتنا، طبعا هي ما كانتش كده بالكاميرا فلتر، هي كانت الصوره جايه لي كده رو من الكاميرا بتاعته. فالصوره كده رو، طبعا انا محتاج بقى اظبط حاجات، اظبط الاول اللوك العام الاضاءه اللي احنا هنمشي بيها، بس هو دايما بيحب يخلي فيه لوك اصفر على وشه، فدي طلبه هو. تمام، فنبدا بنشتغل بالكاميرا فلتر، فبقت البيئه بالنسبه لنا عامله كده. طبعا هي كده ممتازه جدا ككواليتي كالدنيا دي، لا تمام كده. فنبدا نشتغل بالاوبجكتات اللي احنا عملناها. الايرادات اللي عملتها عليه مش كتير، بس كلهم هم خلصوا معايا الدنيا كلها. الاضاءه الاوليه، الاضاءه انعكاس الاضاءه اللي ورا زي لما انا قلت في الحصان، ضربه الاضاءه انعكاس الاضاءه الرئيسي اللي بيخبط في الجسم، فده اللي انا عملته. بعد كده عندك شويه غمقان كده تحت اللي هنا دي، او الظلام يعني اللي هنا ده. محبش اقول كلام انجليزي وانا شغال عشان اللي قدامي لو مش عارف كلمه فعادي يعني، عادي فكك، مش هتكلم معاك انجليزي خالص. فشيل الظلام الظلام اللي هنا ده شيله خالص. تمام، فاظن كده الموضوع يعني ايه منطقي اكتر يعني. ده برضه جاي له شويه اضاءه حلوين، فده ممكن تبقى سهوه مني ما اتلاحظتش، لكن موجوده يعني عادي.
فده بس كده. نيجي عند الكالر بالانس، فعندك ايه، بص اللوك كده ما رفعناش حاجات كتير، يعني احنا ما غيرناش حاجات كتير. طب جينا عند السيان، جينا عند الماجنتا، سيبنا الميد تونز عند الماجنتا دي شويه، جينا عند البلو لسالب 3، نزلنا عند الاصفر سالب 3، طلعنا عند الاصفر، عند الماجنتا سالب 11 ودي سالب 26. الشادوز طلعنا عند الموجب 3 الازرق شويه، خليتها موجب 5 دلوقتي، خليها موجب 3 تاني. الهايلايتس هنا عندي برضو الماجنتا نسبة سالب 5 لكن مش مهم. كده دول خبطتين إضاءة كده، حاجة على الرايق يعني. عملتهم بلاير أبيض عادي، يعني لاير سوليد كلر، تجيبوا عند اللون الأبيض وتضربهم هنا وتخليهم سكرين. أنا ما خليتهمش سكرين حتى كمان، فأنت ممكن تخليهم سكرين عادي يعني، مش مشكلة خالص. وهنا عندك ده اللوجو، ده لوجو الشركة، اللوجو اللي هنا ده خدته وحطيته على القميص، ظبطته على القميص عادي خالص، أو التيشيرت اللي هو لابسه. دوس عليه هنا دوستين هيطلعك عند الايه اللاير ستايل، تبدا تشغل البلند اف دي، تفصلها عن بعض. فهو اصلا الاوبجكت اللي هو تحتيه غامق، فاحنا عايزين نفصله. بص هو كان كده لما انت طلعت، طب انت عايز تفصل ده فتشد ده لوحده، هتلاقيه بيتاكل كله كده. فعشان تخليه ما يتاكلش كله فتقسم نصين، تدوس تك على الالت وتشد واحده ما بينهم، هتلاقيها ايه راحت معاك، والتانيه ترجع مثلا لورا، او ممكن تقدمها شويه لقدام كده زي ما عملت، ودي تقدم دي شويه كده. بقى لوجو كانه جايبه من الشركه دي نفسها، ان هي شركه البتاع ده، هو لابس منها نفس التيشيرت. دي تركيبه بسيطه عشان نعمل عمق بقى. فانت ممكن تحط اي حاجه تانية، يعني ممكن تحط نفس اللوجو تحطه من تحت، ممكن تحط تجيب بس بريمير مثلا، تجيب خشبايه مثلا، تجيب تعمل بيئه تانية تحت خالص، تحط اي قصه. المهم ما تطلعش، مش ما تشذش عن الموضوع او القصه اللي انت بتتكلم عنها، ما تخليش مثلا المشاهد يتشتت عن الفكره العامه للتصميم. فده اللي انا عملته. طبعا حطيت له شادو، وطبعا عملت له نفس البلور عشان ايه، نظبط القصه دي وان هي قريبه من الكاميرا وكده عشان نعمل عمق. طبعا دي اهم حته، والناس كتير بتسالني عنها، ازاي كواليتي الصوره بتبقى كويسه او جودتها عاليه. دوس كنترول شيفت الت اي، تعملنا كل اللايرات اللي فاتت في لاير واحد، تمام. نعملها كونفرت سمارت اوبجكت، كونفرت تو سمارت اوبجكت، وكده بقى معانا لاير تمام. تعالى احنا قافلين اللي فوق ده كله عشان نبدا نتكلم عن الحته دي. نمسك اللاير ده واحنا نيجي هنا عند فلتر، ننزل عند اذر، نيجي عند هاي باس دي، نسبة بس عند نسبة 3.2 دي النسبة اللي أنا بشتغل عليها على طول يعني. بس أوكي، تيجي فوق عند البلند مود وتنزل عند اوفرلاي. عند اوفرلاي بص الكواليتي جدا يعني، هو بتزود ايه شاربن كده للصورة، بيظبط كل حاجة تقريبا. ده موجود او بتعمله علشان لما اللاير او الصورة او الثمنيل تشوفها بمنظور صغير او بشكل صغير من بعيد، فدي المفيدة ليها جدا تمام. دي اللي انا ببدأ اطبقها. وبعد كده تدوس كنترول شيفت الت اي تاني علشان تدمج بقى بعد ما انت عملت الحوار ده، تدمجه في لاير تاني زياده بعد ده، وتدوس له برده كونفرت تو سمارت اوبجكت، تبدا تشتغل على ايه بالكاميرا رو فلتر زي ما احنا قلنا قبل كده تمام. فانت بدل ما انا دلوقتي اخش الكاميرا رو فلتر ونبدا نظبط اللوك ده كله، انا هاخد اللوك بتاع الكاميرا رو فلتر اللي انا عملته قبل كده، اتك عليه. طبعا الاثنين لازم كونفرت تو سمارت تو اوبجكت، كونفرت تو سمارت اوبجكت عشان تبدا تعرف تنقل ما بين الفلاتر. فطبعا عندي ده وده، فاقدر اخد اتك على ده وانا متك على الالت، خدت الفلتر في ايدي اهو، واقدر ارميه هنا نيل تمام. فدي حاجه جامده برضو. ده اللوجو طبعا، فهو طلب ان اللوجو يبقى على الشمال، فلازم تظبط القصه دي يعني كلها. بعد كده ده لير تاني اكسبوجر، قلت الاضاءه بتاعته خليته عادي زي ما هو، وضربت بس كمان اضاءات كده للاطراف بتاعت التصميم ككل. في حاجه بقى نسيت اقولها وحابب اقولها دلوقتي تمام، ان الشكل اللي انا عامله ده او التقسيمه دي اللي هو بتاعت الجايد دول مش تقسيمه عشوائيه. الخط ده فانت لازم تطرح دي، تقسم دي على الاثنين عشان تجيب المساحه بتاعتها اللي هو 675 من هنا و675 من هنا. فده اللي احنا هنبدا نكتبه دلوقتي في الجيد لاين. تدوس على فيوز وهتيجي عند الجايدز تمام، وتدوس على نيو جايدز لاي اوت. طبعا انا مظبطها قبل كده لكن هي ما بتبقاش عندك كده، مثلا هي بتبقى عندك على 20 20 20 20 كل 20 مثلا بيكسل، وبقى عندك فاتح لك حاجات كده طبعا، بيفتح لك حاجات كتير كده، فاحنا ده ما يهمناش كلنا، فتقفل كل دول تمام. احنا كل ده ما يخصناش تمام، كل ده ما يخصناش. احنا دلوقتي هنحرك ده هنخليه بس في النص، فتمسك التوب خليها 675 تمام، وتمسك الباتون اللي هي اللي تحت دي تخليها دي 675. كده بقى عندك المقاس مظبوط بالظبط 675 675.
فهو كده ظبط لك المقاس اللي انت تبدا تشتغل عليه، تشتغل عليه الكاروسيل بتاعك كبوست يبان محترم، يبان شكله محترم، واما يبان كثامبنيل كبيره تبان برضو شكلها محترم وشكلها موجود ومنطقي. فكده انا تقريبا شرحت كل حاجه تمام في التصميم كله. ما حبيتش ليه اقعد اشتغل قدامك، لان الموضوع ان انا اتكلم واقف على كل حاجه واقول لك دي اتعملت ليه واتعملت ازاي افيد من ان انا ابدا اقعد اشتغل قدامك لوحدي من غير ما اقول لك دي ليه ودي ازاي ودي مش عارف ايه، فانت هتبقى مطبق معايا وانت مش فاهم اي حاجه. فان انا اقول لك اهم من ان انت من ان انا اطبق وانت تطبق ورايا. انت طبق ورايا بعد ما بعد ما انا اخلص، يعني انا وريتك خلاص المفهوم، انت ابدا طبق ورايا. معاك صوره زي دي، انت ممكن تاخد ده كتاسك ليك، ان انت معاك صوره زي دي ممكن تصور انت صوره بنفس الوضعيه دي دي ممكن تسيبها لك تحت في الديسكربشن. ممكن تاخد نفس البرومبت وتحاول تجرب فيه زي ما احنا شرحنا من الاول. انت تجيب نفس البرومبت ونفس اللوجو، تعمل صوره زي دي على ايمج اف اكس وتبدا تاخدها. تجيب باك جراوند زي دي من بنترست او ياندكس زي ما احنا قلنا، او تعملها على ايمج اف اكس تبدا تحكيها وان انت تحطها في التصميم بتاعك. فلو عندك مشكله في قواعد التكوين وقواعد القصه دي، فاكتب لي تحت في الكومنتات، ان شاء الله ممكن نعمل لك فيديو عنها، او اعمل لك فيديو برشح لك فيه فيديوهات كتير جدا او خطه تقدر تمشي عليها ان شاء الله الفتره اللي جايه لو انت ما اتفرجتش على قواعد التكوين والالوان والقصه دي كلها. فان شاء الله استنوني في درس جديد قريب ان شاء الله. فكده عشان اقدر امنتج ال 51 دقيقه دول يعني. ففي الاخر كده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اظن كده يا جماعه السلام عليكم، مفيش حاجه تانية اقدر اقولها. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.